السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وصحة وسعادة. احنا قلنا بقى ايه، ان شاء الله هنعمل مع بعض اجمل حواوشي بلدي بمكونات بسيطة وبطريقة جميلة وهتعجبك جدا جدا، وحاجة كده نظيفة في البيت. يعني بدل ما ايه تتكلفيها من بره كده وتجيبيها جاهزة، لا، حاجة كده جميلة وحلوة قوي من ايدك النظيفة، وهتطلع معاكي اجمل حواوشي. والعيش البلدي ده كمان بيبقى في الحواوشي خطير جدا جدا جدا، حاجة آخر جمال. وحاجة بقى يعني هتكفيكي، وحاجة مشبعة جدا. ويلا بقى بينا نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم، ونخش نشوف المكونات والطريقة. زي ما انتوا شايفينه بقى كده، هو يعني حاجة فاخر من الآخر. عايزة أقولك الريحة والطعم آخر جمال. حتى بص انا بفتحه لك عشان تشوفوه منه سخن لسه، حاجه يعني خطيره جدا. احنا بقى ايه هنقول على المكونات. معانا تلت كيلو لحمه مفروم ناعم وفيه نسبه دهون. دي اول حاجه. لو انت عايزه بقى تقللي ايه الكميه او انت عايزه تكتريها ده براحتك، بس التلت ده يعني كان معانا يعني مكفي وزياده، وبيكفي كمان 8 ترغفه، يعني حاجه جميله جدا. ومعانا كمان شويه ميكس جبن كده، بتاع رومي على شيدر على موزاريلا. لو ما عندكيش برضو ايه استبعديه، مش مشكله. وعندنا بقى ايه فلفل الوان اخضر واحمر واصفر، وقرنين فلفل شطه، ده بقى بيديها طعم جميل وبيخليه حاجه كده ايه مغريه. ومعانا معلقه فلفل، معلقه توم مفروم، يعني كل دوت ايه مفروم ناعم، اللي هو البصل واللحمه المفرومه والثوم والفلفل. حطينا بقى، وده كمان ايه نص كيلو بصل مفروم برضو ناعم، عشان ايه يكفي الحواوشي كده ويديله طعم حلو قوي. نزلنا بقى بالبصل في البوله، وحطينا عليهم الفلفل الالوان، وزي ما قلت لكم القرن الحامي دوت او الاتنين، لو انت مش عايزه حامي استبعديه، بس هو يديله طعم حلو قوي. وحطينا كمان الثوم اهو. وعملنا ايه بقى كمان، حطينا معلقه الملح ومعلقه فلفل اسمر، بس ما تكتريش بقى عشان هي ايه الفلفل الحامي دوت هيبقى حامي جدا عليه. وبشرنا كده بشرة جوزة الطيب، بحبها انا بشرها بقى كده حلو قوي قوي كده فريش، بتديك طعم احسن من المبشوره ومتشاله. وبعدين حطينا معلقه ايه بقى، بهارات حواوشي. لو انت ما عندكيش البهارات الحواوشي حطي البهارات اللي انت عايزاها، بس برضو كل ده بيديها طعم حلو قوي. وحطينا كمان معلقه خل كبيره، دي بقى بتخلي ايه اللحمه تبقى منفوشه كده من جوه ايه ومش مكتومه. عملناهم بقى مع بعض كده كلهم، قلبناهم عشان يتجانسوا مع بعض كده كله. وكمان رحنا ايه حطينا بقى اللحمه اهي المفرومه اللي فيها نسبه دهون، يا سلام. ولو الدهنه دي بقى ضاني زي ما قلت لك كده بتدي طعم خطير وحلو قوي. كله كده قلبناه مع بعضه. خلاص بعد ما شربوا مع بعض كده تقليبه حلوه كده واتجانسوا، بروح بقى حط عليهم ايه معلقه سمنه بلدي كمان سايحه. يا على الجمال وعلى الريحه، حاجه يعني كده زي عايزه اقول لك فاخر من الاخر. وكل ما تحطي انت كده الحاجه اللي انت بتحبيها بتديكي ايه طعم حلو قوي، وبتطلع من ايدك زي الفل وزي العسل. جبنا بقى العيش البلدي، شايفه بقى بصي العيش البلدي يعني يعتبر نص سوا، عشان لما يخش الفرن ايه ما يزيدش في السوا جامد ويتحرق. فتحناه بقى كده بالمقص، او انت برضو افتحيه بالطريقه اللي هي ايه تريحك. خدنا بقى قطعه اللحمه اللي هي الحواوشي. بصوا انا واخده حته كبيره ازاي، بس هو المفروض ما ناخدش كده يعني ايه كبير، عشان ايه تبقى اللحمه مفروده كده كلها وايه وتستوي بسرعه. بصي بقى فردتها ازاي، فردة كلها، ما تخليش حتة كبيرة يعني عالية ولا حتة ايه صغيرة، عشان كله ياخد سوا حلو. جبت بقى شوية الجبن الميكس، زي ما قلت لك اللي موزاريلا وشيدر ورومي. ما عندكيش برضو استبعديه، وهيطلع من ايدك زي الفل وجميل جدا، افرديه برضو عليهم. ونعمل بقى اهو كمان واحد تاني مع بعض. برضه اهو انا ايه قصيته بالمقص، وانا بقول ريحك انت شوفي انت بتفتحيه ازاي، بس هو المقص بيستسهل معاكي. خدنا برضه اهي قطعه الحواوشي، شايفينها كبيره ازاي. وبحط تاني ايه زياده عشان اللي ياخد رغيف كده بقى ايه رغيف مشبع وحاجه حلوه قوي. خلاص فردتها كلها كده. زي ما قلت لكم برضو الكميه دي التلت كيلو اللحمه ده يطلع معاكي 8 ترغيفه، بس انا طلعته 6 رغيفه. فردناه برضو كده كله. هنخلص بقى ايه الكميه كلها الباقيه اهو 6 رغيفه، اهو زي ما انا بورته لكم. يعني دول ياخدوا 8 ترغيفه بلدي مستريحين. هاتي بقى الصاجه اللي انت ايه بتاعت الفرن اللي انت هتعملي عليها، واقلبي الرغيف على وشه. اديني بقى بالفرشه كده السمنه البلدي،
وايه واقلبيه تاني على ظهره وادهني من فوق من على الوش، ورصي بقى ايه العيش في الصاجه اللي هتاخد معاكي الكميه اللي ايه المناسبه. ولو ما كفتش الصاجه حطي برده في صينيه تانية او اي حاجه ودخليهم مع بعضهم. بصوا انا من غير ورق فويل ومن غير ورق زبده، يعني انا حطاه كده اهو على الطبيعه قدامكم، وهتشوفوا كده الجمال بتاعه عامل ازاي. كده خلاص اهو، يعني عملنا رغيفين، وهنجيب بقى ايه التالت. هي الصاجة دي بصراحة ايه كفت مني 4 بس، والتانيين انا رحت حطاهم في صينية والاتنين دخلوا مع بعض. كنا احنا بقى ايه مولعين الفرن قبلها بربع ساعة عشان تسخن. وده دخلناهم بقى دول في النص، علشان ايه بقى، علشان النار تبقى من تحت ومن فوق ايه يعني واصله له. خلاص، بس بقى اهم شيء ايه ان عينك عليه، ما تسيبهوش لحايه ما ايه يعني يتحمص زياده عن اللازم. انت عايزاه محمص اديله التحميصه الحلوه المعقوله. زي اهو، بصوا بقى انا طلعته قدامكم ازاي. دي بقى التحميصه الحلوه الجميله اللي ايه تحبي تاكليها، لا ناشفه قوي ولا طريه قوي، طعم خطير جدا، ومن جوه كده ايه جوسي وحاجه اخر جمال، يعني فاخر من الاخر. زي ما قلت لكم برضه اهو كفوا معايا الست رغيفه. ولو اللحمه انت برضو كنت عايزه تفرقيها تاني، كانت هتاخد معاكي برضو رغيفين تانيين، وكان هتديكي برضو ايه الكميه الحلوه المناسبه. قطعنا بقى، بصوا الرغيف قدامكم عشان اوريه لكم، بصوا من جوه عامل ازاي وجماله. مليان وحلو قوي قوي قوي، والرغيف مشبع. بس سخن عشان مش قادره افتحه، فايه بوريه لكم اهو ازاي. خطير خطير، حاجه فاخر من الاخر، حاجه نظيفه كده بايديك الجميله الحلوه، وفي بيتك كده وانت شايفاها كده، والنظافه بتاعتك هيطلع من ايدك خطير خطير. اعملي بقى جنبيه شويه سلطه خضار، واقلي جنبيه كمان حبه بطاطس كده، وحطي كمان لو عندك بقى المايونيز والكاتشب، حطي معلقتين كده على بعض. عايزه اقول لك يعني الريحه والطعم جميل جميل جميل. عايزاكم بقى تجربوها، واللي اول مره يشوف القناه يدخل يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. وبالهنا والشفا حبايب قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.